زي ما انتم شايفين كده البيضة مكسورة تحت الحمامة. وللأسف الشديد معظم مربين الحمام بيفتكروا إن الحمام هو اللي كسر البيضة ديت. وانت للأسف الشديد اللي انت بتكون السبب الرئيسي في كسر البيضة ديت، يعني انت اللي بتكون كسرها بإيدك. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف الأسباب. انت اللي كسر البيضة بإيدك ازاي من غير ما تحس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعة نخش في الفيديو بتاعنا على طول. دلوقتي يا جماعة بيضة مكسورة اهيت. معظم مربين الحمام بيخشوا عند الحمام بالصدفة كده، يخشوا يلاقوا الحمامة تحتها البيض، والبيض مكسور بالشكل ده. تمام. ويزعلوا، وتاني مرة برضو الحمام يبيض وبرضو يكسروا البيض، وكذا مرة الحمام يكسر البيض. وانت للأسف الشديد ما بتستفدش بحاجة، وما بتستفدش من أخطائك. طبعا يا جماعة الخطأ يا جماعة المعظم مربين الحمام بيقعوا فيه. بيجيبوا طاجن زي ده كده يا جماعة، طاجن زي ده، ويحطوا فيه البيض عادي طبعا، ويسيبوا يحطوا فيه شوية جش طبعا. والحمام طبيعي بيروح يربط في البيض، ويروح يربط في الطاجن، ويروح يبيض عادي في الطاجن زي ما انتم شايفين كده. اهيت يا جماعة البيضة طبيعية اهيت، والحمام بيروض عليه. الخطأ هنا يا جماعة، والخطأ الكبير جدا كمان، لازم مربين الحمام طبعا، يعني مش هقول لكم طبعا كلهم، لان طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله في ناس عمالقه في تربيه الحمام، يعني ما بيغلطوش خالص الخطأ ده يعني. طبعا يا جماعه الناس المبتدئين لازم يعرفوا الحته ديت. طبعا يا جماعه الطاجن ده زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ما فيهوش قش قد كده، زي ما انتم شايفين كده. يكون جايين حاطين حبه قش حبه صغيرين. جيت في الاخر الحمامه راكده، ممكن تعمل بجناحك دوت، وتبص تلاقي البيضه محطوطه في قعر الطاجن من تحت كده يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت، او تحتها قشتين ثلاثه مش كتير. طبعا يا جماعه اكبر خطأ ان انت تحط حبه قش حبه صغيرين في الطاجن. لازم على قد ما تقدر تكتر القش في الطاجن، لازم تحط قش كتير، لان طول ما في قش كتير والحمامه بتروح ترقد على البيض. القش طبعا بيكون طري تحت البيضه، فبيحافظ على البيضه ان هي ما تتكسرش، لان طبعا الحمامه او الذكر ما بيروحوا يرقدوا على البيض بيرقدوا عليه. طبعا البيضه طبعا يا جماعه يعني بطبعها بتكون ضعيفه، يعني اما الحمامه ترقد على البيضه، والبيضه يكون تحتها ناشف زي القعر بتاع الطاجن ده كده يا جماعه، طبيعي ان هي هتتكسر، يعني 50% ان هي تتكسر يعني. وخاصه كمان لو جوز حمام مثلا لسه اول مره يبيض، تاني مره يبيض، يعني جوز الحمام مثلا لسه ما بطش كتير، فطبيعي يا جماعه اول مره او تاني مره هتلاقي البيض دايما القشره بتاعتها تحس ان هي مش جامده قوي، هتلاقي القشره رقيقه شويه. فانت الاحتياطي بتاعك والاضمن انك تحط قش كتير في الطاجن، حتى لو الحمامه باضت بيضه القشر بتاعها ضعيف شويه، هتلاقي تحت البيضه هتلاقي قش كتير. القش الكتير يا جماعه بيحافظ على البيضه وحنين تحت البيضه. القش بيبقى حنين تحت البيضه، فهتلاقي البيضه عمرها ما هتتكسر معاك. اهوت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهوت يا جماعه. اتمنى منكم يا جماعه تكون المعلومه ديت وصلتكم. بالله عليكم يا جماعه اي حد عنده حمام يعني جوزين 3 4 10 20 لازم مش هتخسر حاجه. حط قش كتير في الطاجن او في الحاجه اللي الحمام او في الصفيحه. لو انت عندك صفايح وعندك الحمام سايب، حطي في الصفيحه او في القش حمام كتير، قش كتير عشان خاطر البيض ما يتكسرش. لو البيضه حتى لو اتباضت مثلا القشره بتاعتها رقيقه، القش بيحافظ على البيض يا جماعه ان هو ما يتكسرش. بس كده يا جماعه دي كانت المعلومه بتاعت النهارده، حبيت اوصلها بس. لان طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انا دخلت عند الحمام بتاعي كان في عندي جوز بايض، فطبعا كنت حاطط لهم حبه قش حبه صغيرين. بصراحه دي غلطه بصراحه يا جماعه انا غلطتها، كنت المفروض يعني احط قش كتير من الاول.
فانا حطيت حبه قش صغيرين، حبه صغيرين زي كده، على اساس ان البيضه هتطلع قويه يعني وكويسه. طبعا يا جماعه اساسا البيضه القشره بتاعتها ما طلعتش قويه، الظاهر ان الجوز ده لسه اول مره يبيض او تاني مره يبيض، لسه في بداياته يعني. فطبيعي ان البيضه طلعت القشره بتاعتها مش قويه قوي. فالحمامه بترقد على البيض، رقدت على البيضه، تحت البيضه ناشف. فالبيضه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده للاسف الشديد اتكسرت. فانا بتمنى منكم يا جماعه اي حد بيشاهد الفيديو ده ان هو مش هيخسر حاجه والله. زي ما انت هتحط حته، هتحط قش حبه صغيرين، حط قش كتير مش هتخسر حاجه. القش الكتير بيحافظ على البيض. بس يا جماعه دي كانت معلومتنا النهارده. بتمنى منكم يا جماعه، بالله عليكم بالله عليكم يا جماعه، اي حد شاهد الفيديو لحد دلوقتي وشاف يعني ان المحتوى الفيديو يعني عجبه، بتمنى منكم يا جماعه الاشتراك في القناه، اللي مش مشترك في القناه يشترك. واللايك يا جماعه، اللايك عندي اهم من اي حاجه، لان اللايك بيرفع الفيديو في شركه اليوتيوب ويخلي اكبر عدد من الناس اللي هم يشاهدوا الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.